السلام عليكم أعزائنا الطلبة، ورجعنا لكم بالحلقة الثالثة من يونت 1 اللي هي تتحدث لنا عن أدوات الربط. أدوات الربط من المواضيع اللي مرت علينا ودرسناها بصف الخامس الإعدادي وبصف الثالث المتوسط. موضوع جدا سهل وبسيط وثابت بالوزاري، يعني 100% تقريبا يجي وزاري. راح تشوفون كمية الأسئلة الواردة حول هذا الموضوع. الموضوع يعتمد بالدرجة الأولى على حفظك للجدول بالنص الثاني اللي شرحناه بالأساسيات لما الفعل يكون بحالة الماضي. هاي وحدة، وتحتاج إلى الفعل إضافات الاي ان جي للفعل. شلون أضيف الاي ان جي للفعل؟ هذا ممكن هذني يخسرنك درجة بدرجة وتروح الدرجتين عليك إذا كان عندك حتى إن طبقت القاعدة صح بس إملاءاتك كانت خاطئة، لأن إضافات الاي ان جي موضوع لازم تهتم له. ان شاء الله بهذا الدرس راح نشرح لكم ادوات الربط وشلون يجن. بس قبلها ادوات الربط هذني يجن مع زمن الماضي البسيط والماضي المستمر. احنا راح نشرح لك زمن الماضي البسيط، نعيد لك اياه، انت مار عليك، هو من الابتدائيه مار عليك، بس راح نرجع نعيد لك الماضي البسيط والماضي المستمر. يلا يا حبايبنا، يلا يا ابطال، خليكم ويانا، نركز همتكم ان شاء الله بهذا المحاضره. راح نضيف على المحاضره سطر من اول انشاء حتى لما نكون واصلين للانشاء نكون مضبطين 80-70%، الامور تكون جدا ممتازه. لما نوصل له نكون 100 ان شاء الله 100%. حضر ورقه وقلم اعزائنا الطلبه، واليوم المحاضره حتى ان كانت طويله بس هي مهمه. راح نحكي لك تفصيلي وراح نحل لك اسئله وزاريه، بالاضافه الى ذلك راح نحل لك فيكات وزاريه. اكو اسئله ما مطروقه بالوزاري ممكن تجيك، راح نغير عليك الصيغ مال الوزاري. انت من تضبط قاعدتك تكون امورك جدا سهله. اعزائنا الطلبه خليكم ويانا وراح نبلش ان شاء الله. خلي تركيزك ويانا واترك اي شيء جانبا وتحضر للمحاضره. بالبدايه الماضي المستمر اللي هو الباست سمبل، الماضي هذا البسيط. شنو اريد اعرف القاعده مالته، وذاك الباست كونتينيوس خلينا نعالج. قاعدة الماضي البسيط تقول فاعل، الفاعل أكيد هو الثابت راح يكون عندنا، الفاعل راح يكون ثابت عندنا زائدا فعل. هذا الفعل شنو هو؟ الفعل بزمن الماضي يكون على قسمين. الفعل بزمن الماضي يكون على قسمين، يا أما فعل شاذ اللي قريناهن بالجدول الثاني كانت 72 فعل، يا أما قياسي، يعني قياسي أضيف له اي دي، وهم أحتاج الاي دي بها هم قواعد. اكو عندك بالمحاضرات الاساسيه اكو فيديو نزلناه كامل هو اضافه الايدي للافعال. همين الايدي اكو بها قواعد هم نطبقها. اكو يتضاعف، اكو ما يتضاعف، اكو ينقلب الواي. ان شاء الله تشوفوها ترجعون للاساسيات. الفعل يكون يا اما شاذ يا اما بايدي، يا اما يكون شاذ يا اما ايدي، زائدا هاي التكمله. هاي بالنسبه هاي القاعده الاثبات الافيرماتيف. النيجاتيف النفي. شو تكون قاعدتها؟ قاعده النفي تكون فاعل زائدا didn't. الفاعل زائدا didn't زائدا هنا الفعل راح يكون مصدر. يعني شنو هو مصدر؟ الفعل راح يكون مصدر، يعني الجدول الاول انفينيتيف، يعني اذا لقيت بريك ارجعها بروك، اذا لقيت سو ارجعها سي. هاي بالنفي. احنا ما راح نتطرق ان شاء الله هواي للنفي. عندك بالكويستشنز ايش راح نسوي؟ راح نقدم الدد نخليها بالبداية ان شاء الله واضحة. الفاعل ارجع اجيبه زائدا مصدر. المصدر او فعل مجرد، نقول مصدر او فعل مجرد نفس الشيء، وبالاخير اخلي علامة استفهام. وقلنا شرحنا بالمحاضرات الاساسية شلون انا اعرف الكويستشنز. قلنا نلقى بيها لو استفهام، لو يطلب مني كويستشنز القى، وهنا القى نوت. بالنفي القى نوت. هذا بالنسبه يعني شرح للماضي البسيط.
يعني اهم شيء تحفظ لي الجدول الثاني اللي يكون الفعل، اكثر جدول راح نحتاجه بهاي الحلقه. هاي الحلقه للجدول الثاني. اما بالنسبه للماضي المستمر، الماضي المستمر راح يكون هم بثلاث حالات. باست كونتينوس راح يكون فاعل او subject زائدا was aware زائدا فعل شنو بي اي ان جي. هاي بحالة المثبت. هذا بحالة المثبت. الفاعل موجود عندي، اختار was aware. على اي اساس اختار الواز والوير؟ اذا كان الفاعل مالتي مفرد، اذا لقيت الهي والشي والات والاي اختار الواز، واذا الوي واليو والذي اختار الوير او اي اسم مفرد. مريم قلنا بالاساسيات هم تقدر ترجع، هي فاعل اللغة الانجليزية، تقدر ترجع ترتب امورك اذا ما كنت مسيطر عليه. كل اسم مفرد اضيف له الفعل المساعد was. الفعل بي اي ان جي التكمله مالته. اذا كان فاعل مالتي الوي واليو والذي شو اضيف له؟ وير. وش اخليه بعد الوير؟ اي ان جي. خلي ببالك الزمن الماضي البسيط او حتى المضارع البسيط، احنا هسه خلينا بالماضي البسيط، اثبات او نفي او سؤال هو الفعل دائما بي اي ان جي. مو مثل هذا زمن الماضي البسيط يكون عندنا بالنفي وبالكويستشنز يرجع الفعل مصدر، ما يبقى الفعل بحالة الماضي. ماشي؟ هسه هاي بالنسبة هاي اذا كان الجملة مثبتة. اذا كانت الجملة هاي منفية فاعل، هاي جدا بسيطة. شنو؟ بس تخلي نوت، بس تخلي wasn't او was not، ماكو مشكلة. او weren't او were not زائدا فعل بي اي ان جي. فعل بي اي ان جي. شو وقت اعرف الجملة نفي؟ لما يحط لي نوت ويا الفعل. لما القى نوت مع الفعل ان شاء الله راح نحل جمل وراح نشوف شلون النوت جايه مع الفعل. اذا انا اعرفها نفي. همين وازنت او ويرنت احددها على اساس الفاعل. فاعلي مفرد اختار الوازنت، فاعلي جمع اختار ويرنت. هاي بالنسبه اذا كانت بحاله نفي. بالحاله الثالثه السؤال يتقدم الواز والوير. شنو؟ بعدين اجيب الفاعل او السبجكت، بعدين فعل بي اي ان جي، فعل فيرب او فعل بي اي ان جي، واخلي علامة الاستفهام. هذا بالنسبة بحالة الكويستشنز. اذا طلب مني كويستشن اختار الواز، اقدم الفعل المساعد على الفاعل والفعل يبقى بي اي ان جي. ان شاء الله هاي يعني فد مقدمة بسيطة على زمن الماضي البسيط حتى من نحل تكون عندنا فكرة. راح امسح السبورة واكتب الادوات. الادوات اللي عندنا هي الوين والاند والوايل والاز. خلينا ناخذ كل اثنين سوا. الاداة اول شيء اللي عندنا هي راح ناخذها الوين والاند. الوين والاند وين معناتها عندما والاند هذني من يجن شو يجي وراهن؟ اذا اجني بدايه الجمله، الاند ما تجي بدايه الجمله، يجي بعدها ماضي بسيط. اذا اجت بدايه الجمله وبعدها راح يجي ماضي مستمر. يعني الوين والاند يريدن بعدهن ماضي بسيط. الوين والاند تريد بعدها ماضي بسيط. هيك احفظها. الوين والاند تريد بعدها زمن جمله في الحالة في الماضي البسيط. هاي بالنسبة إذا اجتي الأدوات بالبداية. إذا اجتي بالوسط الوين والاند، خلي ألون لك إياها. الوين والاند. إذا اجني بنص الجملة هم راح ياخذن بعدهن الماضي البسيط. يعني الماضي البسيط ينسحب وياهن وين ما يروحن. اجني بداية الجملة بعدهن احل بزمن الجمله اللي بعدها مباشره بعد اداه الوين والاند احلها بزمن الماضي البسيط، واللي بعدها الجمله الثانيه احلها بزمن الماضي المستمر.
اذا اجتي بالبداية بنص الجملة الوين والآن، اللي بعدها راح يكون ماضي بسيط، والقبلها راح يكون ماضي مستمر. انت اهم شيء تحفظ لي الوين والآن يكون بعدها ماضي بسيط، وين ما تروح الحل يكون معاها. يعني هسه الوين والآن هنا هم راح يكون ماضي بسيط، وهنا راح يكون ماضي مستمر. هي تستخدم لربط حدثان بالماضي. الحدث الأطول هو يسمى المستمر، زمن الماضي المستمر، والحدث الأقصر يكون هو زمن الماضي البسيط. هاي بالنسبة الوين والآن كموقع، يعني نعرف وين موقعهم بالجملة. اللي بعدها اللي راح يكون الوايل والآز اللي معناتها بينما هاي عندما الوين والوايل معناتها عندما. الوايل والآز عكس الوين والآن رادت بعدها ماضي بسيط. الوايل والآز ايش راح تاخذ بعدها؟ راح تاخذ ماضي مستمر الباست كونتينيوس. وبعدها الجملة الثانية راح احلها بزمن الماضي البسيط. راح ينحل الجملة الثانية بزمن الماضي البسيط. هاي إذا اجتي بداية الجملة. إذا اجتي همينة اجتي بوسط الجملة الوايل والآز راح يكون بعدها ماضي مستمر. همينة راح يكون بعدها ماضي مستمر، وراح يكون قبلها ماضي بسيط. يعني أهم شيء أنا أعرف موقع الأداة. الوين والآن تريد بعدها ماضي بسيط، والوايل والآز تريد بعدها ماضي مستمر. أهم شيء أعرف هذني. إذا عرفت هذني الجملة الثانية أكيد راح يعني علاقة عكسية. الوين والآن تريد بعدها ماضي بسيط، الوايل والآز تريد بعدها ماضي مستمر. راح نحل لكم إن شاء الله يعني هاي القاعدة بعد ما شرحناها، أتمنى تكتبوها. راح نشرح لكم إن شاء الله التمارين الموجودة عندنا بالكتاب والأسئلة الوزارية. خليكم ويانا. هذا أول شوف، هذا عندنا أول تمرين يقول وين هو أول تمرين على أدوات الربط. هذا من عندنا تمرين احنا مسجلين كاتبين لكم إياه. التمرين يقول اربط أدوات صحح الأفعال بين الأقواس. أنا من أصحح الأفعال بين الأقواس لازم عندي فد شيء أعرفه منه. قرأت الجملة وين علي، أشرت علي وين علي go to his home his father paint the walls. correct. عندك الوين ايش قلنا احنا؟ الوين تريد بعدها ماضي بسيط. الجو بالماضي البسيط شو يصير وينت. هاي انحلت هسه نص الجملة. اجي للقسم الثاني مال الجملة قلنا بعدها نحلها ماضي مستمر. ايش قلنا؟ وين تريد بعدها ماضي بسيط، حلينا الماضي البسيط. his father مفرد نخلي له was لو where نخلي له was والبين نضيف له ing مباشرة was painting. هاي كانت أول جملة عندنا. هسه إن شاء الله بالاستمرارية راح نحلهن. يعني يصير عندك هاي الجملة 2023 جاء وزاري هم راح نرجع نحل. luckily شريفة not drive very fast. وين أجي أحدد عندي وين أداة الربط. الوين the child run into the car. الوين عندي شنو اللي يجي بعدها؟ راح يجي ماضي بسيط. وين الفعل؟ هذا run بس يصير بالأي. هذا اكتمل عندي الحل الأول. أرجع بعد الأداة. بعد الأداة أحل بزمن الماضي المستمر. شريفة مفرد لو جمع؟ شريفة مفرد، إذن أختار لها was. بس بما أنه حاط لي not أكتب was not wasn't أو was not. والفعل drive حسب قاعدة إضافة ing قلنا إذا الفعل انتهى بحرف الإي يحذف ونضيف ing مباشرة. driving. هذا الحل النموذجي. اللي بعدها she tell us to be quiet as we
make too much noise. اجي احدد اداة الربط مالتي as حلو. الاز والوايل يريدن بعد الماضي مستمر، اجي احلهن. الوي مفرد لو جمع. ايش تاخذ الوي؟ نقول وي وير هسه هاي خلصنا منها. الفعل ميك هم منتهي بالاي مثل ما قلنا، بس احذفه واضيف الاي ان جي مباشرة. هذا بالنسبة للحل الشطر الاول. الشطر الثاني اللي بعده قلنا قبلها يكون ماضي بسيط، التيل بس مجرد told. هذا انت اذا ما حافظ الافعال لازم ترجع الاول محاضرتين تحفظ الافعال. اللي بعدها while I eat breakfast a bird fly into the kitchen. الاداة احددها. اول شيء احدد الاداة وينها while شو تريد بعدها؟ ماضي مستمر. العدي الفاعل مالتي شو اخلي له؟ اخلي له was. والايت اضيف لها اي ان جي مباشرة. ليش اضيف لها الاي ان جي مباشرة؟ قلنا بالاساسيات اذا انتهى الفعل بحرف صحيح وقبل حرفين عله لا نضاعف، نضيف فقط اي ان جي مباشرة. اجاك تي وقبلها اي واي حروف عله فضفنا الاي ان جي مباشرة. نجي للقسم الثاني، الفلاي بالماضي تصير فلو. هاي لازم تحفظها، هاي عليك. هاي بالنسبة. اللي بعدها a thief take our clothes while we swim. هاي الجملة a thief take our clothes while we swim. اجي احدد اداتي. وين هالاداة؟ الاداة هي while. الوايل شو تريد بعدها؟ ماضي مستمر. عندك الفاعل وي، نختار نخلي وياه وير. والسويم شو نسوي؟ نضاعف الحرف الاخير ونضيف الاي ان جي. ليش؟ حسب القاعدة اذا انتهى الفعل بحرف صحيح وقبل حرف عله واحد نضاعف الحرف الصحيح ونضيف الاي ان جي. هذا بالنسبة للشطر الاول. نرجع هنا، الوايل تريد قبلها ماضي بسيط، تريد بعدها ماضي مستمر. حلينا هذا بزمن الماضي المستمر. هذا التيك شو يصير؟ توك. هذا انت اذا ما تضبط امورك بالاساسيات ما ممكن، هن مرات عينه. هاي خلصنا منهن. شوف هذا التمرين يقول activity book exercise B page 5. هذا التمرين جدا مهم لان دائما تجي منه، وكاتب لكم مش قد بالوزاري. هو بي بس احنا كتبنا بعد اكثر. يعني هذا التمرين احنا ما اكتفينا بتمرين الكتاب، كتبنا لكم اكثر. التمرين يقول يقول put one verb in the past simple and one in the past continuous. يقول ضع فعل في زمن الماضي البسيط وفعل في زمن الماضي المستمر. او يجيك correct. مرات ما يجي بالامتحان الوزاري ما راح يكتب لك put one in the past continuous او past simple. مرات ما يكتب لك بين الاقواس correct. انت لازم عندك في الدليل تشوفه تعرف من خلاله انه عندك الادوات وتحل على ضوء الادوات اللي هن عندك. شوف اول واحد they فراغ in the desert when they فراغ همينه a large snake. ومعطيك هاي بين اقواس فعليا وانت عندك فراغين. اول شيء احنا لازم نعرف الفعل كامب معناته يخيم، والفعل سيارة. هاي اوكي، هاي اتفقنا عليها. يقول they in the desert when they a large snake. يقول عندما خيمنا. اذا الكامب هنا، هسه الكامب مؤقتا هنا. عندي اول شيء احدد اداة الربط هي الوين شو تريد بعدها؟ ماضي. يقول عندما خيمنا في الصحراء رأينا. شنو رأينا؟ أفعى كبيرة. إذن هنا وين بعدها راح اختار الفعل يرى. راح انزل السي. انا بين ما انزل السي افكر فد لحظة. هذا السي هي فعل بحالة المصدر، لو بتصريف ثالث، لو بزمن الماضي البسيط، لو بالحالة الماضية. السي هنا انت قلت لك ايش قد ما تضبط امورك بالاساسيات تصير سهلة عليك. السي هنا ما يصير انزله هو بدون تحويل. ليش؟ لان السي هنا مصدرية. يعني اذا انزل السي هنا يكتب لك خطأ 0. ليش؟ لان السي هنا جاي بحالة
المصدر الانفينيتيف لازم شو اسوي؟ السي احوله الى الماضي قبل لا انزله، تصير هنا سو اي سو اي سو، ما يصير انزل السي. فهمت الفكره؟ السي ما يصير ينزل. ليش؟ لان الفعل هنا جاني بحاله المصدر الانفينيتيف. فش اسوي؟ احنا ما عندنا بالجمله ماضي البسيط انفينيتيف بحاله الاثبات. بحاله الاثبات يكون الفعل لازم عندي بحاله الماضي. فالسي يتحول الى سو، وهنا أنا اجي احله ذي. عندك وير، هنا أنا اخلي وير، بما انه عندي جمع اخلي وير وكامبينج، اضيف الاي ان جي مباشره. هذا جاي ودور ثالث 2015. شوف بهذا المثال مرات يتفيك. احنا قلنا لازم تتعلم طريقه فر تقرا افكاره. يعني هسه هو جايب بهاي الطريقه، ممكن بغير سنه اشوفه انه هو جايب لك ذير وير كامبينج ومكمل لك الجمله. مرات يكتب لك هنا سي، شوف يكتب لك سي او سو بالاختيارات. مرات يجيب لك على طريقه اختيارات. هواي عندنا راح نحل ان شاء الله هم على طريقه الاختيارات شلون يجينا هذا الصيغه. هنا قلت لك او مرات يجيب لك السو محلوله ويجيب لك الكامبينج. انت تكون حذر منه وتقرا الجمله قراءه دقيقه وتركز بيها. راح نشوف هواي جمل راح تكون هسه هاي الجمله هم راح تجينا بعد بغير جمل. شوف شلون مغيرها. يعطيك اما من هنا محلوله او من هنا محلوله، او يعطيك اياها كفوره اختيارات. يعني حال لك اياها ومعطيك اختيارين انت اللي تختاره. ممكن هو مسهلها عليك وممكن يصعبها عليك. هاي بالنسبه للجمله الاولى. الجمله الثانيه هاي كلها وزاري وكاتب لكم عليه. شوف بنفس الصيغه هي اللي تجيك وزاريا. شوف we were speeding when we see the police car. شوف كاتب لك correct، ما يكتب لك مرات put the verb in the past simple او continuous. ليش؟ يريدك انت تعرفه. اجي اشوف ايش عندي وين اداه ربط جاي قبلها were speeding. هاي هو حال لك اياها we were speeding. ممكن يجيب لك اياها بالوزاري ما محلوله، يجيب لك هذا الطرف محلول وهذا يريده منك الحل مالته. شوف هنا أنا مسهلها عليهم. الوي قلنا الوين أداة ربط، ايش تجي بعدها؟ ماضي بسيط. فشي تسوي؟ بس أعدل الفعل السي هم أسوي سو وآخذ درجتين كاملة. مجرد أنا حافظ السي بالماضي يكون سو، هاي أخذ الدرجتين طلبوا مني. هذا جاي 2021 تمهيدي ودور ثاني 2015. العفو اللي بعده while he skate he fell over. يقول use the correct form the verb. يقول لك صحح الفعل اللي بين الأقواس. أجي أداة وينها عندي الوايل شو تريد بعدها؟ تريد ماضي مستمر. الفاعل مالتي هي مفرد، شو أخلي له؟ أخلي له واز. والفعل سكيت يتزحلق، أضيف له الاي ان جي أو يتزلج العفو، أحذف منه الاي حسب القاعدة. إذا انتهى الفعل وهذا الطرف هو حال لك إياه ما يحتاج، بس اللي بين الأقواس. سكيت معناته يتزلج، حذفت الاي وضفت الاي ان جي. هاي اخذت درجتين كامله. هذا جاي تمهيدي 2016. اللي بعده جدا مهم، مكرر هواي وزاريا. خالد was playing football when he broke. خالد او خالد ماكو فرق ان شاء بيناتهم. خالد was playing football when. اجي احدد اداة الربط وينها عندي؟ وين he break his ankle. يقول خالد كان يلعب كرة قدم وكسر، بينما يلعب كرة قدم سوى بريك كسر his ankle. اللي شنو قلنا عليه؟ الانكل اذا تتذكرونه شرحناه بالتفصيل بالمحاضرة السابقة، وقلنا الانكل هو الكاحل. هذا الطرف هو كله محلول. شوف هو هم مسهل لك اياه، هذا كاتب لك هذا كله ماكو فاعل، فعل مساعد، فعل بي اي ان جي، هذا كله ماضي بسيط، ماضي مستمر العفو. هنا أنا اجي احل البريك بس اسوي بروك، جدا سهله.
جدا جدا سهل. هذا السؤال جاي تمهيدي 2018، 2018 دور اول، تمهيدي 2014، 3 مرات جاي وزاري، ومرات يجيب لك بين قوسين اختار لو بريك لو بروك، فانت تضبط امورك ما بيشي. اللي بعدها I eat breakfast and a bird fly into the kitchen، هاي حليناها قبل شوية. نجي وين أداة الربط and شو تريد بعدها؟ تريد ماضي بسيط، الفلاي بالماضي تصير فلو، تمام. هاي خلصنا منها. اللي قبلها راح احلها بالماضي المستمر. الفاعل مالتي اي ايش راح اخلي له؟ I was، اعيدها I was eating، اضيف الاي ان جي مباشرة. ليش؟ لان فعل صحيح وقبله حرف وين؟ علة لا يضاعف، نضيف الاي ان جي مباشرة. النقطة رقم 5، العفو رقم 6، as she was doing the wishing up she dropped one. شوف هنا وينها أداة الربط as هو حالية as she was doing، هذا ماضي مستمر. اجي احل بعد الفارزة الشي، عندك drop فعل صحيح قبل حرف علة واحد اضاعف، بس اكتب دروب، اضاعف البي واضيف الاي دي، اخذ درجتين كامله. هذا جاي دور ثالث خارج العراق 2016، يعني حتى خارج العراق احنا الاسئله خلينا لكم اياها حتى تكون الافكار كلها عندكم. اللي بعدها ماي فون رانج، انتبه لي، ماي فون رانج وايل، اجي احدد اداتي وايل شو تريد بعدها؟ تريد ماضي مستمر. الفعل عندي الفاعل الوي مفرد، شو ياخذ وير، والواتش فعل اضيف له اي ان جي مباشرة. هذا كملت. اللي بعدها هو محلولها الرانك. هو شوف هو بهالطريقة جايبها، بس احتمال سنة من السنين يجيب لك الرانك ويحل لك هذا الطرف ويريد الرانك منك كحل. هو منطوق هذا الدور ثالث 2016 with the verb in the correct. اللي بعدها she tell us to be quiet as we make too much noise. هذا جاي بعد كم مرة؟ هذا جاي 2015 دور أول، و2018 هم اجي خارج العراق، واجى بال 2017 الدور الثالث، واجى بال 2022 الدور الثاني. يعني كم ادوار؟ 4 ادوار اجى، 4 ادوار اجاك هذا السؤال. وشوف ايش قد سهل. اجي احدد اداة الربط عندي از شو تريد بعدها؟ ماضي مستمر. الاز تريد بعدها ماضي مستمر. الفاعل مالتي وي نخلي له وير، والميك نحذف الاي ونضيف الاي ان جي حسب قاعده اضافات الاي ان جي. قلت لك لازم تعتني باضافات الاي ان جي مو بس بالربط. التيل تصير تولد. ليش؟ لان قلنا الاز تيجي بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. هذا حلها فقط. هذا شوف حلها. اللي بعدها جايه 2015 تمهيدي. My cousins hide my purse under the stairs while I، هذا احدد اداة الربط عندي شنو هي؟ الوايل. اداة الربط مالتي وايل. بعد الوايل راح يكون ماضي مستمر. كاتب لك I not look. شوف I not look يعني شنو يريد؟ نفي. شلون قلنا wasn't weren't مثل ما ذكرنا. اقول I هنا I wasn't او was not looking، اضيف للاي ان جي مباشرة. هذا الفعل look ينظر بدون اي شيء. يجي هنا بالنسبة الفعل هد، هذا هو حال لك اياه بس انتبه منه. ممكن يجيك بين الاقواس هايد ويريد منك حالها. ممكن يعني يجيب لك هذا بعد الوايل محلول ويريد هذا منك، فانت تكون مضبط امورك. الفعل هايد هيدن بالتصريف الثالث، وهايد معناها يخفي. ماشي عيني؟ هاي بالنسبه للنقطه رقم 9. النقطه رقم 10، النقطه رقم 10 ان شاء الله وراح تكون هي الختاميه. يعني ناخذ فاصل ونرجع لكم. While I read the story I hear a strange noise. اوكي ان شاء الله تكون واضحه عندكم. راح
نخلي هاي النقطة رقم 10 على الحلقة. رجعنا لكم أعزائنا الطلبة من جديد، نكمل موضوعنا اللي هو الماضي لأدوات الربط. وصلنا للنقطة رقم 10. نقطة رقم 10 while I read the story I hear a strange noise. correct، حاط لك هذا جاي دور ثاني خارج العراق 2017. أداة الربط عندي الوايل، شو تكون بعدها؟ راح يكون ماضي مستمر. الفاعل عندي I، أخلي له was لأن مفرد، والريد أضيف لها الاي ان جي مباشرة لأن فعل صحيح، فعل منتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة لا نضاعف. اللي بعدها القسم الثاني راح احله بالماضي البسيط اللي هو راح يكون heard، اضيف له مباشرة الفعل hear يصير بالماضي heard، اضيف له دي مباشرة. النقطة رقم 11 و12 راح تكون واجب عليكم، لان ما عندنا واجبات بنهاية المحاضرة ان شاء الله. راح تكون هذني، حاولوا تحلهن. وهمينه هن جايات وزاري، شوفن همينه وزاري. الطالب اللي متمكن وهاي واثناء حلي قبل لا انا احل هو راح يكون حال، يعني من هاي الجمل راح يكون قبل احدد اداة الربط هو راح يحل رأسة، يعرف الزمن ويكمل وقبلي. A thief took our clothes while we swim. هاي الجملة شوف اعزائنا الطلبة من جاية تمهيدي 2017 2014 دور اول 2020 دور اول، ايش قد مهمة. وكاتب لك كوريكت، شوف قلت لك اكو هواي مرات جمل يكتب لك بس كوريكت، فقط كوريكت، انت لازم تكمل تعرف، ما يكتب لك اربط بالماضي البسيط او الماضي المستمر. اجي اشوف الجملة عندي وايل معناتها بينما، احل بعدها بالماضي المستمر. الوي تاخذ وير، ليش؟ لان جمع. والسويم شوف اضاعف الام واضيف الاي ان جي، ليش؟ لان فعل انتهى بحرف صحيح وقبل حرف علة واحد مضاعف. نرجع على القسم الثاني هو حالة توك. شوف قبل بداية هاي الجمل اكو جملة كانت تيك موجود بين الاقواس، هنا أنا جايب توك. شوف مرات قلت لك هو يسهلها عليك ومرات يصعبها، مرات يجيب لك الحل، مرات يطلب منك فعلين تصلحن، مرات لا يجيب لك فعل واحد والقسم الثاني يكون محلول. نقطة رقم 14 تقول وايل، شوف هسه هاي الجملة حالها، هاي جاية 2017 دور الثالث وخارج العراق 2019. شوف أداة الربط عندي الوايل، أحددها الوايل. علي was having، هذا كله ماضي مستمر. a shower، اجي هنا someone knock، شو اضيف له هذا الفعل؟ هذا بس اضيف له ايدي، فعل قياسي knocked. من المحتمل يجيب لك هاي الهذا بين الاقواس، ومن المحتمل يحل لك ذاك الطرف. انت لازم تكون منتبه لكل الجمله مقارئها. اللي بعدها he fall over as he come، هذا as احدده down the stairs. كاتب لك correct، هاي 2017 دور اول خارج العراق. الهي وينها العفو، هذا الاز شو تريد بعدها؟ والوايل تريد ماضي مستمر، فاعلك مفرد، هي شو اضيف له؟ اضيف له واز، بس اخلي له واز. والكامينج الفعل نحذف الاي ونضيف الاي ان جي مباشره، ليش؟ لان قلنا الفعل اذا انتهى بحرف الاي نضيف الاي ان جي، نحذفه ونضيف الاي ان جي. نجي على القسم الثاني فول، هاي بس تصير بدال الاي تصير اي، وحلك درجتين كاملات. اللي بعدها I think about you and then you rang me. شوف احدد اداة الربط، ايش عندي الان شو تفيد بعدها؟ ماضي بسيط، هو حال لك الفعل رانج، من المحتمل يجيب لك اياه بين اقواس رانج. تمام، احنا هسه ما علينا، الحل موجود جاهز عندنا. ارجع هنا انا اريد ماضي مستمر، الاي تاخذ واز، ايش تكتب؟ I was thinking، تضيف الاي ان جي مباشرة بدون اي تغييرات، تضيف الاي ان جي قبل. هذا 2017 دور اول، تمهيدي ادبي 2020 وتمهيدي علمي 2020. هاي الجملة نصا تجيك، وقلت لك تنتبه من التغييرات اللي ممكن تحدث عليها.
جملة رقم 16. عندنا هواي جمل ان شاء الله اليوم، خير من الله. شوف، خالد was playing football وين؟ اجي احدد الاداة مالتي وين. هو هنا أنا جايب لك اياه ماضي مستمر، كله حال لك اياه. هاي الطريقة الثانية، شوف معطيك هي بريك لو بروك. شوف هاي الطريقة مرات يسهلها عليك، يعطيك فعليا بس تختار الفعل الصحيح. ليش اختار بروك؟ لان البروك بفعل بحالة الماضي، هذا ماضي فاذا نختاره. تمام، هذا جاي دور ثاني 2018. اللي بعدها هاي الجملة اللي اول جملة حليناها، اول جملة بدينا التمرين بهاي الجملة. اعزائنا الطلبة، هاي اول جملة حليناها. شو يقول؟ يقول they camp in the desert. اذا تتذكر كان مطيك بنهاية الجملة فعليا السي والكامب، ومطيك فراغات، يعني انت لازم تخليهن وتغير عليهن. شوف هنا سهلها عليك، جاب لك they camp بس الفعل camp. وهنا اذا تتذكر اللي حليناها they saw a large snake، اللي حليناها اول جملة. هنا اداة الربط عندي الوين شو تريد بعدها؟ تريد بعدها ماضي بسيط. هذا الماضي بسيط كله جاهز. احل الجملة الثانية، هذا they اضيف where والكامبينج اضيف الاي ان جي مباشرة بدون اي تغييرات. هاي جاية دور اول 2019، يعني تشوف كم مرة يحولها. من الممكن يجيب لك هاي الجملة محلولة ويريد منك السي، يعطيك سي بين الاقواس تسوي سو. اللي بعدها رقم 19. as she carry the shopping from the car my grandmother slipped and broke. شوف هاي الجملة انتبه لي بيها. عندك أداة الربط as، أجي أحل she مفرد، أختار لها was، والكاري أضيف لها الاي ان جي مباشرة. قلنا بقاعدة الاي ان جي إذا انتهى الفعل بواي رأسة أضيف اي ان جي، ولا باع شنو قبله شنو وراء. إذا انتهى بالواي وبالإكس إذا تتذكرون نضيف له اي ان جي مباشرة. هذا حليناه. اطالع القسم الثاني ولقيت هنا أداة، هم لقيت and، ركز لي بيها. هاي مرات شوف هنا الأداة جاية هنا من انقسمت الجملة إلى قسمين. هاي حليتها بالماضي المستمر وجتني أداة، وبالجزء الثاني هذا بعد أحله بزمن الماضي البسيط. ما دام عندي أداة حليت بالماضي المستمر الجملة الأولى، الجملة الثانية أحلها بالماضي المستمر بالماضي البسيط. العفو، حتى لو كان 3 أفعال جايتك. يعني هسه جاني الفعل سليب وبروك، دير بالك من هاي الجملة. هاي الجملة دير بالك منها. كوريكت. شوف هاي جاي 2020 إحيائي، راح أعيد لك إياها. جاك از حليت الجملة الأولى بزمن الماضي المستمر، الجملة الثانية راح أحلها. هاي هنا جاية مو أداة كأداة ربط، هاي الآن مو جاية كأداة ربط هنا. فالجملة الثانية راح أحلها بالماضي البسيط إذا كانت فعلين أو 3 أفعال، فالأفعال كلها راح أخليها بالماضي البسيط. فهو هذا الفعل سليب ينزلق and broke. انتبه منه، انتبه من هاي الجملة. هاي الجملة يعني للطالب ابو المية مرشحة. هاي يعني من الممكن يختبرك بهاي الجملة، يكون محلول هذا الطرف ويريد منك هذا الطرف. مجرد جملة بسيطة، فكرتها جتني الآز، حليت الجملة الأولى القسم الأول بالماضي المستمر، القسم الثاني لقيت بيه فعلين أحله بالماضي البسيط، انتهت. اللي بعدهن نقطة رقم 20. شوف هاي كله وزاري جاي، كله وزاري، يعني موضوع ايش قد مهم. I was eating my breakfast and appeared. هاي الجملة مرت علينا هاي الجملة، بس كانت ما محلولة طرفين. هسه ارجع جابها كطرف واحد. اجي احدد اداتي، عندي الاند بعدها ماضي بسيط اخليه فلو، وهو هنا حال لك اياه بالماضي المستمر. هاي جاية 2018 الدور الاول. النقطة رقم 21. ما شاء الله اليوم امثال هواي. I clean my room and احدد الاداة and I found $30 under my bed. عندك الاداة and
تريد بعدها ماضي بسيط، الفعل find، الماضي مالته found. احل هاي الجملة بزمن الماضي المستمر، الاي تاخذ was، والفعل كلين اضيف الاي ان جي عليه مباشرة. ليش؟ حرف صحيح قبل حرفين علة لا مضاعف، نضيف اي ان جي فقط. هاي جاي 2014 دور ثالث تمهيدي 2023. انتبه لي منها، انتبه لي منها. الرقم 22 هواي جمل. My sister hide my purse under the bed while I'm not look. هاي جاي شوف جاي 2016 دور ثاني، 2022 تمهيدي، 2020 دور ثالث. عندي حدد أداة الربط هي الوايل. I not look، الاي تاخذ was، واللوكينج نضيفها مباشرة، ونجي نحل قبلها ماضي بسيط الفعل هايد تصير هيد. هاي انتهى درجتين كاملات. اللي بعدها when I met her at the airport، احدد أداة الربط. أداة الربط، أداة الربط when شو يكون بعدها؟ ماضي بسيط، هو معطيك الفعل من الفعل meet at the airport and the airport. منى where، منى شوف منى مفرد، مفرد شو اخلي له؟ اخلي له was. منى was wearing، اضيف الاي ان جي مباشرة. تمام. a long blue dress. الار حرف صحيح وقبل حرفين عله، شوف ايش قد قاعد تتكرر علينا، يعني حتى اذا ما قرأت بالاساسيات فتكرر علينا الموضوع هوايه هواي قاعد نعيد بيه. wear dresses. we were driving، نقطة رقم 24 اللي جاية 2022 احيائي. شو يقول؟ يقول we were driving to the beach when we. جينا هنا حددنا أداة الربط we. when بعدها شو يريد؟ يريد ماضي بسيط. الفعل معطيك اياه here وهيرد. شو اختار؟ انا اختار الهيرد. الهيرد راح يكون الجواب الصح، لان هذا الفعل راح يكون مجرد بالماضي هيرد وبالتصريف الثالث هيرد، فاني احتاج الهيرد. هذا جاي احيائي 2022 دور الثاني. شوف الجمل ايش قد. هاي تقريبا اخر جمله، اخر جمله راح اعوفها لكم. هذا هم اخليها هاي واجب، هم راح اخليها واجب. الجمله هاي راح اخليها واجب عليك. اللي بعدها شوف الصيغه الثانيه، هاي هم صيغه ثانيه. شوف منى ومعطيك walk was walking home from the school when. عندك when هنا الوين she heard، هذا الفعل heard. شوف الوين تريد قبلها ماضي مستمر، الماضي المستمر was walking، ما اختار الووك، اختار was walking لان ماضي مستمر. خالد was playing tennis when، حط الأداة when. هي بريك لو بروك. شوف قلت لك مرات يسهلها عليك. ليش اختار بروك؟ لان البريك مصدرية جاية بالانفينيتيف، البروك هو اللي يحتاجه. ليش؟ لان فعل بحالة الماضي. شوف مرات هو قلت لك يسهلها كلش عليك، ومرات لا يريد من عندك. الثالثة we were driving fast. هاي زمن هذا مبين ماضي مستمر مبين. عندك وين أداة الربط همين شوف متكرر، هاي هم جايات وزارية. وي فراغ هير لو هيرد، أكيد راح أختار الهيرد لأن أحتاج ماضي. my phone rang while we فراغ. watch the movie وكاتب لك correct the verb. عندك هنا while شو تريد بعدها؟ تريد ماضي مستمر. فاعلك جمع وي، اكتب وي were watching واخذت 10 درجتين كاملات. were watching درجتين كاملات، بس مجرد صلحت الفعل بس. عندك a thief فراغ take talk taken while we were swimming. we were swimming. هاي هنا الجملة ايش عندنا؟ عندنا while تريد بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. يا هو من هذا الفعل اللي يكون بالماضي البسيط. التيك
يكون بالمصدر، والتيكن بالتصريف الثالث. اذا التوك اللي حفظنا تيك هو، شوفوا مرتب لك يعني تيك توك تيكن، هذا اللي راح احتاجه. اللي بعدها هي تويستد، هذا الفعل معناتها يلوي اللي مر علينا بالمحاضرات السابقة. تويستد خليه ببالك اذا اجاك، فهو فعل قياسي تضيف للايدي مباشرة. his ankle while فراغ he play، نعطيك فوتبول. while تريد بعدها ماضي مستمر، الهي تاخذ الواز، والبلاي نضيف له ing مباشرة. هاي صيغة ثانية اجتك انه يخيرك بين الافعال، تختار بين الافعال. خلينا نشوف الصيغة الثالثة. هذا التمرين هو موجود عندنا بالكتاب، بس يعني ما افد يوم ما اجى وزاري، بس احنا راح نعطيك اياه. اخاف تجيك وزاري انت تكون فكرته. هذا التمرين فكرته حالك بادي بجملة ومعطيك الاداة ويريد يكمل. انت اهم شيء يكون تعرف الاداة شي يجي بعدها، تبني القاعدة على بعد الاداة. مثلا شوف هسه اول جملة I was running I was running and، شوف أداة الربط I was running، أنا كنت أركض and. تجيب الفاعل اللي أنت يعجبك. I مثلا الفاعل مالتي I، تجيب يعني عندما كنت أركض I مثلا. أنت شوف شنو الفعل اللي ببالك. I saw علي. هاي أنت أهم شيء تجيب الفعل يكون بزمن الماضي. أهم شيء عندما كنت أركض أنا رأيت علي. هاي الجملة الأولى. نعطيك جملة ويريدك أنت تكملها. شوف الجملة الثانية I wasn't looking where I was going، أنا لم أكن يعني أنتبه أو أشاهد ما الذي حدث، وحاط لك and. يعني أنت ما مرك، يعني هو قاعد يسولف يقول أنا كنت يعني دا يمشي بطريق وما منتبه شنو اللي صار. تجيب أنت مثلا and I feel أنت شنو اللي تشعر به مثلا تكتب به. I feel مثلا over، مثلا أنا شعرت أنه أنا وقعت. I feel over. هاي النقطة رقم 3. يقول I was getting ready for school when هذا وين قبلها حلك اياه بالماضي المستمر. اذا شو يريد منك هسه انت تكمل الجملة بماضي بسيط. I getting ready for، بينما كنت استعد الى الذهاب وين الى المدرسة. همينة الوين شو تريد بعدها؟ اجيب الفاعل I، كل اليوم علي. I saw my friend. هاي ماي، او نكتب علي احسن حتى تكون سهلة عليك، حتى تكون على جملتين تنتبه لهن. هذا فاعلي وهذا فعلي بزمن الماضي البسيط، وعلي كملت به الجملة. هاي بالنسبة للجملة رقم 3. الجملة رقم 4 My little brother was playing football when، أخي الصغير كان يلعب كرة قدم بينما مثلا I searched you. بينما كنت أبحث عنه. بينما شنو كنت أبحث عنه. هاي بالنسبة للجملة رقم 4. هاي الجملة رقم 4. الجملة رقم 5. while I was waiting for you for the bus. يقول while هاي عندي أداة الربط. النقطة رقم 5 حتى ما نتأخر. I was thinking about، وحاط لك فراغ. when أداة الربط when the teacher suddenly. يقول أنا كنت أفكر بشيء، الشيء هو هذا. أي شيء أنت تكتبه هو صحيح،
لان هذا ما عليه تركيز انه بقاعده، بس يقول لك when the teacher suddenly، مثلا انا كنت افكر about the match، انا كنت افكر في المباراة when the teacher suddenly called me، عندما فجأة أنا كنت دا أفكر بالمباراة وفجأة المدرس ناداني، فجأة المدرس ناداني. هذا بالنسبة الفراغ الأول اكتب أي شيء تكتب ماكو مشكلة، بس المهم الوين يكون بعدها ماضي بسيط. النقطة رقم 6 while I was waiting، بينما أنا أنتظر الباص the bus، أداة الربط while بعدها اجاني ماضي مستمر، اذا نحلها بالماضي البسيط. نجيب الفاعل نقول مثلا it started، فعل قياسي. it started شنو؟ rain، بدأت تمطر. it started rain. النقطة رقم 7 I burnt my finger، جاك فعل بحالة الماضي while، عندي الأداة while، شو تريد بعدها الوايل؟ تريد ماضي مستمر. شو أقول؟ هي حركة، هو حركة إصبعه وين؟ my finger while I was، أخلي لها وأخلي cooking، بينما كان يطبخ. هذا إن شاء الله الموضوع انتهينا من عده. هذا موضوع اسمه أدوات الربط. أدوات الربط من المواضيع جدا مهمة، ثابت وزاري. وزاريا ثابت عندنا، شفتوا ايش قد حلينا أسئلة وزارية على هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع 100% يجيك وزاري 100%. هسه بعد ما كملنا إن شاء الله راح نبدي إن شاء الله نشرح بارت الإنشاءات. عندنا إنشاء راح يكون عندنا الإنشاء هو إنشاء، نشوفه كم مرة جاي وزاري. راح ناخذ أول سطر بس نقرأ أول سطر ونعيده فد مرتين أكثر من مرة حتى يكون عندنا واضح. الإنشاء اليونت الأول راح يكون اسمه إنشاء السجائر اللي معروف عندنا. cigarette advertising should be illegal، إعلانات السكائر الغير القانونية، إعلانات السكائر الغير قانونية. هذا الإنشاء كم مرة جاينا بالوزاري؟ جاينا تمهيدي، شوف 2020 إحيائي وتطبيقي جايك، 2019 و2016 و2014 و2022 جايك، 2022 و2020 دور ثاني و2019 دور ثالث. يعني إنشاء جدا مهم. الإنشاء مثل ما قلت لكم بالحلقات السابقة عليه 20 درجة، يسوى واحد يتعب له. فشي يقول الإنشاء؟ إنشاء أول سطر راح نحفظ إن شاء الله بس أول سطر من هاي المحاضرة. بالمحاضرة الثانية نكمل السطر الثاني، لما نوصل للنهاية إن شاء الله تكون حافظين. يقول smoking is a main of many diseases that can really lead of death. يقول السكائر هو واحد من الأسباب الرئيسية التي تسبب الأمراض التي تقود إلى الموت. نعيده. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is the main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead to death. Of death، العفو. Smoking is a main of many. هاي شوي الأضاءة قاعد تخربط علينا، خلينا نطفيها تكون واضحة عندنا، بس الصورة إن شاء الله تكون واضحة عندنا. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. وياي عزيز الطالب حتى يكون سهل عليك.
Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. وياي يلا وياي. Cigarette is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really to death of death. العفو. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking عيدوها. Smoking is a main smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. يقول السكائر هو واحدة من الأسباب الرئيسية اللي تقود وين؟ إلى الموت. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. Smoking is a main of many diseases that can really lead of death. إن شاء الله أعزائنا الطلبة عجبتكم الحلقة رقم 3 هاي من محاضرة اليونت الأول. شرحنا أداة الربط. إن شاء الله الموضوع يكون سهل. عندكم واجبات طيناكم نقطتين. ركزنا على التمارين المتكررة وزاريا واللي بيها أكثر من لوفة فرات. شفتوا أكو تمارين يعني نقاط جاية بأكثر من صيغة. ممكن يجيب لك إياها كفراغات، ممكن يجيب لك إياها اختيارات، ممكن يجيب لك طرفين محلول وممكن يجيب لك طرف محلول. المهم بعد نهاية الحلقة أخذنا أول سطر من الإنشاء. أتمنى تعيدوا الإنشاء فد 15-20 مرة. والله راح تتفاجئ إنه أنت لما تكون واصل راح يكون الإنشاء تقريبا 80% أنت مسيطر عليه. إن شاء الله نشوفكم بحلقة زيد طارق، الحلقة رقم 4. زيد طارق والقرش والدلافين. موضوع جدا سهل وحلو، عليه درجتين ومتكررة أسئلته وزارية بشكل مستمر. أعزائنا الطلبة لهنا خلصت الحلقة 3. نشوفكم إن شاء الله بحلقة رقم 4 وبهمة وبعزيمة وبإصرار، ونريد نشوفكم أقوى وأقوى وأقوى. وقناة التليجرام راح تكون مفتوحة للأسئلة. أي سؤال عندك راح تكون مفتوحة قناة التليجرام اللي شرحنا بيها أداء موجودة. قناة التليجرام. إلى هنا أعزائنا الطلبة تنتهي الحلقة. نشوفكم بالحلقة 4 وفي أمان الله. الحلقة 4 وفي أمان الله.